شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون، السادة أطر المجلس وأطر الوزراء، السادة نساء ورجال الإعلام الأفاضل. 3:30 الصباح راه حنايا بلغ منا التعب ومبلغا. فأنا المداخلة ديالي باش تكون إفيكاس غادي نبدا من الخطاب الملكي السامي ديال عيد العرش الأخير، واللي قال فيه صاحب الجلالة: تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية إذا لم تساهم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين من كل الفئات الاجتماعية وفي جميع المناطق والجهات. بالنسبة لي هذا الخطاب، هذا المقتطف من الخطاب غادي يبرر لنا الحرارة والصدق والجرأة وشوية ديال ما نقولش العنف باش غادي ندويو على هاد الإشكالية ديال الصحة اللي كتخبط فيها بلادنا. وحنا ما كنحملكمش المسؤولية السيد الوزير، هي واحد هو تراكم، ولا أدل على ذلك هو أنه تعاقبت الإصلاحات وإصلاح الإصلاح وإصلاح الإصلاح على القطاع ديال الصحة وعلى قطاع ديال التعليم، وهذا الشيء منذ سنوات متعددة. بالنسبة لي في التقدير ديالي المتواضع سيد الوزير، طابلو دبور ديال الصحة كانوا شاعلين فيه البالي هذه مدة، وكنا نستشعر هذا الخطر. واللي كيبين هذا الشيء هو أننا كنا كنسألكم، أعتقد أنه القطاع ديال الصحة هو اللي كي يوصلوه بزاف ديال الأسئلة من طرفنا. فاش كتكون وزارة الصحة حاضرة في الجلسة ديال الأسئلة نهار الاثنين، راه السيدات والسادة النواب اللي ما قدرش ياخذ سؤال في دقيقة ونص كيتقاتل على تعقيب إضافي فيه 30 ثانية. علاش؟ باش يوصل المعاناة ديال الساكنة في هذا القطاع هذا الحيوي، واللي ضامنوا الدستور في عدة مقتضيات منه السيد الوزير. حنا كنتفهموا اليوم أنه هذا الحراك اللي كاين وهذا الغضب اللي كاين هو نتيجة ديال بزاف ديال العوامل كتحمل فيها المسؤولية الحكومة. في واحد الجانب المتعلق بالتواصل، الحكومة دارت مجهودات كبيرة في العرض ديالكم 4 السوايع اللي تعطى من ميزانيات، اللي دار من مجهود على مستوى البنيات التحتية، على مستوى توفير الغوسورس زومان. هذا الشيء كامل حنايا كنواب كيوصلنا، انما الرأي العام ما كيوصلش، واللي خلى انه هاد عدم الدرايه بهذه المجهودات اللي وصلت اليوم لهذا الاحتقان اللي كاين، واللي حنا كنقولوا بانه مبرر ومشروع ومنطقي، شريطه انه التعبير عنه يكون بطرق اللي هي سلميه. حتى الحاجيات ديال المواطنات والمواطنين من قطاع الصحه ما بقاتش كيف شحال هذه. كنا كنتفلقوا كنداويو راسنا بالتحميره، دابا لا، الله يحد الباس، الامراض كثرات، تطورات، الانماط ديال العلاج حتى هي رجعات مكلفه. بالتالي هذا الجيل اليوم، هذا الجيل ديال لي ساندويتش اللي دغيا كيوجدوا، هذا الجيل ديال لي فيديو اللي دغيا كيتمونطاو، حتى هو بالنسبه ليه الاصلاح خاصو يجي دغيا. عمره ما غادي يكون دغيا، بدليل انه طبيب باش يوجد اليوم راه خاصو 12 ولا 11 سنه ولا 13 سنه. فعلاش كنرجع ديما للتواصل؟ المسؤوليه اليوم ديال الحكومه هي انها، وانا كنحييكم على الحرص ديالكم انكم تقدموا العرض ديالكم بالتفاصيل الدقيقه فيه، باش ممكن انه هاد التفاصيل توصل للشباب وتوصل للمواطنات والمواطنين بالحذافير ديالها. والشكر ايضا للسيد رئيس مجلس النواب واعضاء لجنه القطاعات الاجتماعيه اللي تاحوا هذه الفرصه ديال رفعوا السريه على اللجنه. على الاقل الناس يعرفوا بانه العمل التشريعي ما كيكونش غير نهار الاثنين في العشيه، والعمل التشريعي راه ممكن انه يمتد لساعات متأخرة من اليوم ويمتد على الأسبوع ككل. فعلا كندويو على الدولة الاجتماعية واللي هي واحد الورش ملكي واللي انطلق منذ سنوات. اليوم أنا في المنظور ديالي خاصنا تجاوزنا للدولة الاجتماعية، خاصنا نهضروا على السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي اليوم مهدد، إنما بفضل هذا التواصل هذا وبفضل تعزيز الثقة أنا باقي عندي شوية ديال الأمل أنه هذه المرحلة هذه على الحساسية ديالها ممكن إلى مؤسسات الوساطة بما فيها الأحزاب، بما فيها البرلمان، بما فيها جميع المتدخلين، نقدروا نرجعوا ثقة فينا باش نمدوا اليد
المواطنين باش نصلحوا حنا الاخطاء اللي ارتكبناها واللي متعلقه بانه كنخدموا هنا وكنسدوا علينا وكنقولوا اللهم نخدموا ولا نهضروا. لا، خصنا نخدموا وخصنا نهضروا. هاد المجهودات كامله اللي درتو السيد الوزير انا كنتسائل علاش ما كتبانش، بدليل هاد الاحتقان اللي كاين اليوم. كاينه اون فويت، كاينه مجهودات، خاصكم تزيدوا مجهودات اخرى السيد الوزير باش تعرفوا هاد لافويت علاش فاصل هاد لي زيفور كاملين هاد الشيء ما كينزلش. واللي اكدوا الخطاب الملكي السامي واللي ذكرت المقتطف منه في البدايه ديال المداخله ديالي. السيد الوزير، انا اليوم كندوي ومتجرده من كل انتماء سياسي ومن كل انتماء حزبي. شتي البام بالنسبه لي وانا نائبه باسم البام لا ينجحش في الانتخابات الجايه. انا اللي بغيتو ينجح اليوم هو الوطن، انه يخرج من هذا لامباس، انه بلادنا، وانه من هنايا كنقول حنا ما يزايد علينا حتى واحد في الوطنيه ديالنا. كيجلدونا حنا شفاره ولفنا اننا يقولوا علينا هذه المصطلحات. دابا كيقولوا باننا جالسين كنقسموا واحد الميزانيه، بغيت نعرف شحال جاني. حنايا كنتقبلوا كل الانتقادات ولفنا ربينا المناعه ضد السب وضد التهجم وضد التشهير، انما ما نتقبلوش انه يتم الضرب في الوطنيه ديالنا وفي الانتماء ديالنا لهذا الوطن. اللي مخلينا اليوم مجتمعين حتى لهذا الوقت هو اننا بغينا الوطن ديالنا ينجح. شوما الاحزاب غادي تمشي، واللي ينجح اليوم غدا ما غاديش ينجح، ولا نجح اللي من موراه ما غاديش ينجح، انما اللي غادي يستمر هو بلادنا. حتى هاد الوليدات اللي اليوم خارجين السيد الوزير راهم اولادنا، وحتى تور كيف كيقولوا في المثل الدارجي ديالنا، حتى تور ما كيعيا بقرونو. خصنا نعرفوا كيفاش نحتويوهم. انتوما كمسؤول اول قدامنا السيد الوزير، حنايا كمؤسسات وساطه، حنايا كمؤسسات دستوريه لازم اننا نتواصلوا مع الناس ونحاولوا اننا نبردوا من هذا الغضب هذا اللي كاين. وحاشا عمر المغربي ما غادي يبغي يشمت فيه العديان، عمر المغربي ما غادي يبغي يريب داك الشيء اللي بناوه جدوده واللي بناوه والديه. كنديروا الدبلوماسيه السيد الوزير وكنشوفوا نظرات ديال فاتت الاعجاب من طرف الدول اللي جيراننا في السياق الجهوي وفي السياق الاقليمي على هذا الشيء اللي قدرنا نحققه، خصوصا في الورش ديال الدوله الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه. من هنا كنوجه واحد النداء الاسر المغربيه. 3:30 ديال الصباح هذه باقي الوليدات في الشارع. خاص الاسره حتى هي كمؤسسه نرجعوا فيها الثقه. الاباء يحكموا وليداتهم شويه، ماشي 3 الصباح هذه بقاو الدراري خارجين في الزناقي وكيديروا الشغب. المسؤوليه قبل ما يتحملها هذاك القاصر وقبل ما نخليوه يتواجه مع الامن اللي هو المسؤوليه ديالو، يحمي هذاك القاصر ويحمي الاسره ويحمي المؤسسات ديال الدوله، انه با هما يتحملوا المسؤوليه ويدخلوه للدار في هذه الوقيته هذه باش يجنبوا الوطن ويجنبونا واحد الويلات اللي الهلا يا ربي تكتبها علينا. حفظ الله وطننا، حفظ الله ملكنا، وحفظ الله مؤسساتنا. وشكرا.